صهيب بن الشيخ عدنان العرعور. بسم الله سمينا، بسم الله سمينا، بسم الله سمينا، بسم الله سمينا، وعلى النبي صلينا، وعلى النبي صلينا. وبدنا نشيلك يا بشار. ابشر ابشر يا عرعور، ابشر ابشر يا عرعور. اسدنا طالع صرصور، اسدنا طالع صرصور. مصر ومن قبلها تونس قال الناس لن تقوم ثورة في سوريا. هذا الشعب قد عانى 40 عاما تحت نظام أمني خبيث. الأخ يشك بأخيه والأخت بأختها ولن تقوم سوريا. قالوها جميعا وبأصوات مرتفعة ونعتونا أنتم الجبناء وأنتم من لن تقوموا على هذا النظام. ولكن من الذي أقام هذا الشعب؟ إنه الله عز وجل بأيدي هؤلاء الأطفال. ومن جعل هذا الشعب يقوم فهو من سينصره، لا أمم متحدة ولا جامعة عربية. نريد حماية إلهية ربانية. هذا ما قاله الشعب وما سيقوله الشعب. إنها الشام ليست برخيصة. إن كان غيرها قد انتهى ب100 و200 فالشام ليست كذلك. والله الذي لا رب ولا معبود سواه كنا نعلم أن هذا العدد سيسقط بل وأكثر من هذا. ولكن إنها الشام الذي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. وهي الأرض المباركة، هي أرض المحشر والمنشر. ولذلك فإن نصر الله عز وجل قادم لا محالة، قادم لا محالة. آمين. كنا نقول إذا خرج الشعب فربما تنتصر الثورة، ثم قلنا بعد أن خرج إذا انتصرت الثورة، ولكننا الآن نقول ستنتصر الثورة بإذن الله عز وجل. إن الله عز وجل وعد عباده بالنصر، والله عز وجل لا يخلف وعده. ليس جامعة عربية تعطي المهلة ثم المهلة ثم تعطي المهلة لنفسها ثم تخير بشار مع أي المراقبين تريد. خذ 3 واختر واحدا منهم. هذا ما حصل، وهذا هو من اختاره، وهو من يقوم بيمينا ويسارا. غيرت أسماء المدن، فحمص أصبحت مدينة أخرى، والقورية أصبحت مدينة الطوب. بالله عليكم مراقبين لا يحملون أجهزة تحديد مواقع. ألا يمكن أن نعتبر كل هذا تخاذلا من الجميع لنصرة هذه القضية؟ ولكنهم يعلمون أن نصرة سوريا وانتصار سوريا هو نصرة للأمة الإسلامية جمعاء. تكبير تكبير. إخواني الكرام، حتى لا أطيل عليكم، إن الداخل معنوياتهم مرتفعة أكثر منا. والله إننا نشعر بالخجل عندما نقف في ساحة كهذه والأمن والأمان يحيط بنا، وهم يخرجون بساحة كهذه كذلك، ولكن قناصا من أعلى ودبابة من اليمين وشبيح حقير من اليسار. إن هؤلاء عندما خرجوا وهم يعلمون أنهم لن يعودوا. إنهم قبل أن يخرجوا والله العظيم حدثني الكثير منهم يصلون ركعتين لله عز وجل، لأنهم مؤمنون أن الشهادة ولا شيء غير الشهادة. والله إني قابلت من خرج من الداخل وهو بكامل صحته وسيعود بعد أيام، وعندما نصحته ألا يعود خوفا على نفسه فقال: ما كنت أتوقع أن تقولها أنت.
وأنا ذاهب إلى الشهادة. فبالله عليكم أي شخص يتهرب من الشهادة ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ لا إله إلا الله والشاهد حبيب الله. 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 إخواني الكرام، حتى لا أطيل عليكم، إن الوضع في سوريا أصعب من أن يتخيل، وإن الناس تموت جوعا ولا تجد وسائل التدفئة، والكل يعلم أن الشام جوها بارد جدا، ومع ذلك فإن هؤلاء لن يعودوا. ولكن الأدهى من هذا وأمر هو الإذلال والإهانة، هو اغتصاب الأعراض أمام الأعين. والله العظيم قال لي أحدهم ممن دخل السجون وطبع فيها في هذه الأحداث: جلدوني وجلدوني وجلدوني فقط حتى أقول أن أمي زانية. تكبير! بالله عليكم لن يرضى بهذا. الله أكبر! إن يهوديا شريفا لن يرضى بهذا، فما بالكم بالمسلمين؟ أخيرا، إن حضوركم هذا يعني للداخل شيئا كثيرا، وإن الداخل ممتنون لجميع الشعوب العربية والإسلامية، فإن كانت الجامعة والأمم المتحدة خذلتنا فالله عز وجل ثم الشعوب وقفت معنا. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر لإخواننا هناك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.